بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض غدا حلو جدا وبسيط. هنا معايا فرختين بلدي، غسلتهم ونضفتهم كويس جدا. النهارده هنحشيهم بالرز بالخلطة. وهنا معايا كبد وقوانص، فقلت كده ايه اقطعهم قطع صغيرة، وقطع الكبد برضو قطع صغيرة. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. فمعايا بقى كده سكينة حامية كده حلوة، وهبدأ اقطع القنص والكبد علشان هعمل بيهم الرز اللي هحشي بيه الفراخ. اهو زي ما انتوا شايفين كده هقطعهم كويس اهو. وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الفراخ. اهو نقطع بقى كل الكمية اللي معايا. النهاردة بقى كده هنعمل الفراخ المحشية بالرز، وهنعمل كمان كفتة الرز. يعني ولادي طالبينها مني، يعني في حد طالب كفتة الرز وفي حد طالب فراخ محشية بالرز، مش كمان مش فريك. فقلت اعمل لهم طلبهم، اللي يحبوه اعمله لهم يعني. فعملت بقى ايه فراخ محشية، وهعمل كمان كفتة الرز. هي الاتنين ملهاش علاقة في بعض، بس قلت بقى ايه اعمل لكل واحد اللي نفسه فيه. كده اهو قطعت الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين. جبت كده صينية على النار، وحطيت شوية زيت ومعلقة زبدة، وهسيبها تسخن. وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص اديها تشويحة، بس الأول هنزل بالقوانص عشان بتاخد شو سوى الأول يعني. فهنزل بها كده تاخد تشويحة، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص، بالكبد بس. اهو زي ما انتوا شايفين. معلش بقى لو صوتي متغير، لان عندي برد مموتني والله، فاستحملوني بقى. هقلبها بقى كويس كده لحد ما لونها يتغير، وبعد كده هنزل بالكبدة او الكبد اهو. هركنها بقى كده على جنب، وبعد كده هنزل بالكبد علشان برضو نديها تشويحة كويسة ولونها يتغير. وبعد كده اسيبها تستوي نص سوا كده، بس بعد ما احط لها البصلة بتاعتها. انا هنا بشرة بصلة برضو هحطها على الكبد والقوانص عشان بتديها طعم حلو، وبتخلي الرز كمان طعمه جميل. كده بدأ لونها يتغير زي ما انتوا شايفين اهو. هاخدهم بقى يعني كلهم كده مع بعض، وهقلبهم تقليبة حلوة. وبعد كده هنزل بالبصلة المبشورة اهو. هنزل بقى كده وهتبلها بقى التوابل بتاعتها. وبعد كده انزل بالرز. انا غاسله كوبايتين رز. طبعا الكميه اللي انت تحبيها حطيها، بس انا مزوده شويه علشان بقيه الرز هسويه وناكل بيه. فكده حطيت فلفل اسمر، وهحط ملح، وهحط قرفه وبهارات فراخ بس. مش هكتر فيه التوابل، هو بس فلفل وملح وقرفه وبهارات فراخ. اقلب بقى كده كويس، وشمي بقى احلى ريحة. ريحتها جميلة جدا، والبهارات تحفة فيها. هسيبها بقى كده تنزل ميتها وتستوي شوية. وبعد كده كنت غاسلة زي ما قلت لكم كوبايتين رز ومصفياهم. هقلبهم كده مع الكبد والقوانص كويس، وهحط لهم نص كوباية مية يستوي فيها نص سوا. وبعد كده هبدأ احشي الفراخ. الفراخ هنا معايا ما تزيدش عن كيلو وربع، او كيلو ونص، يعني ما تزيدش اكتر من كده عشان تستوي معاكي كويس جدا. هنا بقى كنت بغلي كده ميه عشان اسلق فيها الفراخ بعد ما احشيها. فاخدت منها شويه ميه كده سخنين علشان اسوي بيهم الرز اهو. ما حطيتش ميه كتير، يا دوب كده مغطيه وش الرز، مش قوي برضو. هغطيها بقى واسيبها تشرب الميه. كده بقى بعد ما شربت المية كده وبقت يعني نص سوا، طفيت عليها واخدت كده معلقتين من الرز كده شوية عشان هحشي بيهم. وبقيت الرز
هزوده ميه واسيبه يستوي سوا كامل عشان احطه تحت الفراخ، ناكل بيه بقى بقية ناكله يعني. فقلت ايه، اخد كده شوية عشان ما زفرش طبعا الرز كله، والباقي هزوده كده شوية مية برضو، وهغطي عليه يستوي بقى ايه سوا كامل اهو زي ما انتوا شايفين. هو مظبوط بقى الملح وكله فيه، فهسيبه بقى يستوي براحته، هوطي عليه واسيبه يستوي براحته. هنا اهو الفراخ زي ما شفتوا والرز اهو. هبدأ كده احشي واحدة واحدة، مش يعني مش هكبسها بالرز برضو عشان الرز يستوي كويس وما تبقاش مكتومة والرز ني فيها. فهحط لها كده معلقتين ومن الجناب كده ما بين الوراك آه، شوية برضو رز، وهحشيهم برضو من عند الرقبة كده حاجات بسيطة. وانا كنت هنا حايشة القنص عشان اسد بيها كده وانا بكتفها. انا برضو هقفلها بخلة سنان برضو للاطمئنان برضو عشان ما يفكوش مني في الشوربة. وهنا برضو هحشي كده من عند الصدر كده من تحت الجلد، بيبقى جميل جدا وبيبقى طعمه حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين. هحشي بقى برضو بس ما كترش فيها علشان ما تفرقعش والرز ده يطلع منها، وكمان عشان الرز يستوي كويس اهو. هعمل دي كمان. الشوية اللي انا اخدتهم من الرز يا دوبك اخدوا الفرختين كويس جدا، يعني ما فضلش منهم اي حاجة. فكتفتها كده وبقيت الرز ده هحشي بيه عند الصدر كده اهو، وامشيه كده زي ما انتوا شايفين اهو كده. هكون طبعا زي ما وريتكم بغلي ميه كده على النار في حلة، هسقط فيهم الفرختين واسيبهم يستووا بقى، واخلي بالي منهم لانهم دول يعني فراخ بلدي وصغيرين فمش بيغيبوا في السوا. اكبر حلة بقى عندي عشان تاخد الفرختين، نزلت كده ببصلة وهنزل بالفرختين كده. هي اكبر حلة بس كانت عايزة اكبر شوية. ونزلت كده بالفرختين وهبدأ اقلبهم برضو كده من وقت للتاني عشان يستووا من كل الجوانب. ونزلت بورق لورا ومحبهان ومستكة، هخف بس شوية كده من المية عشان طلعوا كتير، وهغطي عليهم كده واسيبهم يستووا براحتهم. في حلة تانية على النار حطيت معلقة زبدة وشوية زيت، وهعمل كفتة الرز. حطيت شوية توم كده مفرومين، وورا هنا حاطة الصينية بتاعت الرز ومغطياها بورق فويل. بس دلوقتي هنقلها في حلة صغيرة. هدي كده للتومة تشويحة لحد ما ريحتها تطلع، وهنزل بعد كده بصلصة الطماطم دي مفرزاها برضو، وهديها غلوة. انا مش هعملها بلحمة، يعني احنا عاملين فراخ فمش هعملها بلحمة. هي كويسة اصلا بتبقى حلوة باللحمة جدا، بس انا هعملها ايه من غير يعني لحم. معايا هنا بطاطس مقشراها كده وهقطعها مكعبات، وادي كفتة الرز كنت مفرزاها في الفريزر وكنت عامله لكم فيديو بيه، بس لسه يعني هنزله. عامله يعني من عجينة كفتة الرز اكتر من اكلة، فالفيديو ده هينزل لكم يعني قريب. فقطعت كده البطاطس وطلعت الكفتة دي من قبلها بساعتين 3 عشان تفك، عشان انا هعملها كفتة رز بالبطاطس بتبقى جميلة جدا. هنا بقى كانت الصلصة كده اتسبكت شوية، هنزل كده بكفتة الرز وهنزل على طول بالبطاطس معاها علشان الاتنين يستووا مع بعض، لان ايه مش عاملين لحمة فيها يعني نستنى يعني اللحمة تستوي كده. فنزلت بالكفتة ونزلت بالبطاطس، وهحط الملح والفلفل وهغطي عليها واسيبها تستوي براحتها لحد ما البطاطس الاقيها مستوية وكمان الكفتة الاقيها مستوية، هطفي عليها على طول. طريقتها سهلة جدا وبتبقى حلوة جدا وولادي بيحبوها، ومش ولادي لوحدهم يعني كل الولاد بيحبوا كفتة الرز اهو. هغطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. هنا كمان كنت كمان الفراخ اهي بدأت تخش على سوا وبقلبها من وقت للتاني، وهنا خلاص استوت اهي وطلعتها كمان علشان أبدأ أحمرها. وهنا كفتة الرز استوت وطفيت عليها
وهنا زي ما قلت لكم نقلت الرز وكمان استوى وطفيت عليه. وهنا الشوربة ما شاء الله جميلة وصافية، هنعمل بيها ملوخية تاني يوم. انا كنت هعمل بيها ملوخية مع الفراخ، بس الولاد طلبوا كفتة الرز، فقلت خلي الملوخية لتاني يوم. ادي بقى الفراخ ما شاء الله بعد ما حمرتها، وادي كفتة الرز. وكان عندي رز بشعرية سخنته برضو لابني عشان ياكل بيه كفتة الرز، مش بيحب الرز اللي بالكبد والقوانص. وادي الرز اللي بالكبد والقوانص استوى، وحطيته كده تحت الفراخ، وكان طعمه جميل جدا، والفراخ كانت زي العسل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.